مفيش احلى من ان الواحد يصحى الصبح ويفطر بخبز لسه معمول ومخبوز فريش في البيت. هنعمل النهارده خبز اسفنجي هش زي القطنه، هعرفكم كمان ازاي ينفخ معاكم كله، حتى المبتدئين هيطلع معاهم زي الفيديو كده بالظبط. هنحتاج 6 كوبايات من الدقيق، معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقتين صغيرين من الملح، ونقلب المكونات الجافه، كوبايه من الميه الدافيه، معلقه كبيره من السكر، معلقتين كبار من الخميره، ربع كوبايه من زيت الزيتون، ونقلبهم مع بعض كده، علبتين وربع صغيرين من الزبادي اللي هي العلبه 170 جرام. بعد كده نحط الدقيق بتاعنا او مكونات الجافه على مرتين او 3 مرات، وهنقلب. اول ما تبتدي تمسك نفسها كده اهوت نبتدي نعجن فيها. هنعجنها لمده 5 دقائق تقريبا لحد لما تنعم وتطرى معانا وتبقى بتلزق في الطبق زي ما انتم شايفين كده، ولكن قوامها هيكون طري جدا. حطيتها في طبق فيه دهنه زيت وهسيبها عشان خاطر تخمر في مكان دافي لمده ساعه تقريبا لحد لما يتضاعف حجمها زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده قسمتها ل 15 قطعه وكورتهم وغطيتهم بورق شفاف علشان ما ينشفوش لحد لما افرد فيهم. رشه دقيق خفيفه خالص لو احتاجت، ونبتدي نفردها بس ما تضغطوش عليها قوي، بالراحه خالص. وعاوزين سمكها يبقى زي ما انتم شايفين كده، مش عايزينها تبقى رفيعه او رقيقه قوي. حطهم على قماشه وغطيهم وسيبهم علشان خاطر يرتاحوا نص ساعه، وبعد كده نشتغل فيهم. طاسه سخنه على نار متوسطه ونحط الرغيف. اول ما يبتدي يطلع فقاعات نقلبه القلبه الثانيه 50 ثانيه ونقلبه القلبه الثالثه. هو هينفخ من القلبه الثانيه او القلبه الثالثه من غير ما تضغطوا عليه ولا اي حاجه. المهم الطاسه تبقى سخنه بس مش مولعه نار، على نار متوسطه فقط. شايفين شكله جميل ازاي؟ ريحته وطعمه حلوه جدا. جربوه وليه رايكم فيه.